نتنياهو موظف، هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا يرضي يوقف الاستيطان. هذا متنفذ، وانتم غردوا بالبيانات والشجب والإرهاب ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة، ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة، أما التفاوض فهي إهانة. هذا صالح، وتلك خطاباته ما زالت في كل مكان، لم تمح أو تنسى. نعم للجهاد، نعم للمقاومة، نعم للتبرعات، نعم لإرسال الأسلحة، نعم لإرسال المال لشراء الأسلحة، وسيشترون الأسلحة من اليهود أنفسهم. كان دائما يتحدى إسرائيل ليكون عدوها اللدود، ويصفها بالصلف الصهيوني المعادي، العدو المجرم للعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أتذكره جيدا خلال القمة العربية في مدينة سرت الليبية، خاطب علي عبد الله صالح الرؤساء والملوك الحاضرين، خاطبهم وخلفه الكثير من الليبيين في مدرجات القاعة يستمعون لشيء ما جديد، شيء ما قد يحدث. يومها قال في ذروة الملل بلا أوراق مكتوبة مسبقا: وأن ليس مشروعا عاطفيا مقدما من ملك أو من أمير أو من رئيس أو عاطفة، ولكنها من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لا بد أن يفعل العمل العربي المشترك. كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم. وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي حيحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لا بأس نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته. هذه تطوير العمل العربي المشترك. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد، ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها، منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء، يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية. أولا دعم الحوار الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا يرضي يوقف الاستيطان. خطاب الرئيس أوباما، خطابه الانتخابي واضح، وخطابه لما جاء إلى مصر واضح، ولكن لا يعني دخل الكلام من هذا الإذن وخرج من الإذن الثاني. إذن هذا متنفذ، وهناك قوة يمينية وقوة صهيونية تدعم نتنياهو، وانتم نغرد بالبيانات والشجب والإرهاب والمش عارف ايه والحكومة، ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة، ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة، أما التفاوض فهي إهانة. شكرا لأخي رئيس المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله. كان صالح يتحدث أمام الرؤساء بلكنته العامية، كان يشرح التفاصيل الكبيرة بلهجة عادية، لهجة الواثق من نفسه أمام الملوك الأثرياء. في ثنايا خطابه هناك وقف الجميع يصفقون له، عندها قال عنه القذافي: موجود هناك فأنت موجود
معنا وأنت صامت في وجه العواصف وتستحق وسام الصمود والشجاعة. والمهم أن اقتراحك حصلت عليه الموافقة من الآن لما قدمته، صفقنا مرتين عليه. إذا اقتراحك تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله. كانوا يرددون في القاعة وبصوت موحد: ابتسم صالح ووقف معهم رافعا يده اليمنى، وفي داخله يعلم جيدا واقع العرب ومكر المخادعين، لكنه قد قال حلم الشعوب في شبه الجزيرة والوطن العربي، وهذا بمفرده يكفيه. وصلتونا الوين عند لسان قضى حين. الله يرحمك يا عفاش فوق راسي هانا. وبعد سنين الشقاء تذكروا الرجل وعادوا يجلدون ضمائرهم من بؤس ما صنعوه. علي عبد الله صالح، وبعد أعوام من مقتله ما زال ذكرا باقية في رؤوس من أحبوه. هذا بلا شك ماض جميل ودولة موجودة ولو بمستوياتها الدنيا، روحه وماضيه، طريقته وخطاباته. الشعب اليمني صار هكذا، ما حد يقدر، من أبو والله لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس يقدر يفكفك هذه الكتلة الذي بنيت في 22 مايو. عباراته وافتخاره بيمنيته وانتمائه لسيف بن ذي يزن، ذكاؤه ومكره ودهاؤه، وكل شيء عنه باق في معرفة اليمنيين وذاكرتهم الجريئة. وهذا ما يخيف اللاحقين من بعدهم والحاكمين للشعب. يخافون صالح الفكرة والقناعة المتجذرة في ذاكرة الناس، صالح الجماهير والمناسبات والأعلام والأغاني الوطنية. وهذه الخضراء كساء والسرور يشمخ على أرض اليمن. صالح الأوبريتات والرقصات الشعبية، صالح الجيش والعروضات العسكرية. أقبل بحب وطني صادق وقبل بكل قناعة ورضا من عاصمة دولة الوحدة الاقتصادية والتجارية من مدينة عزيز الذي أبلغ أخاه وابنه. شكرا لكم والسلام عليكم. صالح المصحف المرفوع والمساجد العالية، صالح الفقراء والعشاق الطاعنون في السن. اسمي علي عبد الله صالح. اي نعم. نعم. ايش تدعي؟ والله اللي يا ما شاء الله يا ما شاء الله مع السلامة. صالح الدور الرئاسية والميادين الواسعة، صالح وصالح. لم يعد صالح موجودا بالفعل، لكنه صار كابوسا يؤرق كل اللاحقين. لم يستطيعوا حتى اليوم لملمة الفتك به وتحويله إلى مجرم، لم يستطيعوا ذلك. وفي كل مرة يتجدد الماضي وتعود الفكرة وتتكاثر القناعة، وهذا هو الخوف والهاجس الثقيل. من صنعاء القديمة إلى حملات ونزل على عيوننا دمانا ولحومنا لك يا علي، وأولادي لك يا علي، فدا لك يا علي. الله ينصرك، الله يحفظك،
الله يخذل الأعداء، الله يهزمهم، الله يخذلهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. دمانا ولحومنا وعولي لك فدايا عليا، فدايا لك يا علي. أعداء الله، أعداء الشر، أعداء الله. هذا كلام معي، أنا عاجزة، ما عاد معي شيء، لا سن ولا ضرس، معي الله وأنت يا علي. حيديمك ما قامت بي في قلوب المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله. يدرك اليمنيون هذا للعرب. لا أحد يستطيع محو الذاكرة، ذاكرة الشعب المتتبع لكل مآثر الرجل، إرثه القديم ولحظاته تلك تتدفق بشراهة وتناسخ كبير إلى المواطنين ومن تلقاء أنفسهم. هكذا يبدو في كل ما يحدث. عاد الجميع في ذروة بؤسهم يبحثون عن حكايات الخرافة، عن صالح الذي تركوه يواجه مصيره بمفرده.